يا دكتور في رسالة على الصفحة بتقول امتى اعرف اني محتاج اعادة للحشو؟ لما يكون في شكوى للحشوه. يعني لما المريض يشتكي من الحشو خلاص يبقى نعرف ان احنا محتاجين نعيد الحشوه. شكوى بمعنى ايه؟ يعني وارد مثلا الحشو يحصل فيه كسر، يحصل فيه مثلا شرخ بسيط، يحصل فيه اي مشكله، المريض يحس بوجع من الحاجات الساقعه، الحاجات السخنه، الحاجات الحلوه، هيلاقي اكل بيخش، هيلاقي ضرسه ورم عمل له خراج. فايا كان الشكوى اللي هتحصل ساعتها نحتاج نقيم الحاله وبعدين نشوف ايه مشكله الحشو. هل هو هيحتاج اعاده حشو؟ هل هو يحتاج حشو عصب؟ هل محتاج حشو مثلا عادي؟ هل هنحتاج نعمل طربوش ما بعد الحشو مثلا؟ فان اعيد الحشوه دي لما يحصل مشكله من الحشو ايا كان المشكله اقيمها في وقتها. بس في نقطه مهمه معلش، مفيش حاجه اسمها مثلا اعمل حشو عند دكتور يقول لك ايه هتغيره بعد سنه، هتغيره بعد سنتين. لا الكلام ده انا مش مقتنع بيه. هو الموضوع ملهوش يعني ملوش مده صلاحيه. هو انت مش هتغير الحشو غير لما تشتكي من الحشو. قعد معاك يوم، قعد معاك شهر، قعد معاك 5 سنين، خلاص. طول ما انت الحشو بيخدم معاك كويس انت مستخدمه عادي. انما طبيعي حاجه مستهلكه ممكن تبوظ مع الوقت. الوقت ده قد ايه بيحكمه استهلاكك انت بقى، شهر، يوم، سنه، على حسب.